لم تكن محافظة الحديدة بحاجة إلى حراك يحمل السلاح بمجرد الاقتتال مع الأمن لأهداف حتى الآن لا تزال غير معلنة، كما أنه لا يقدر هذا الحراك أن يعلن رسميا أسماء قيادته ليتحملون تبعات حراك يراد له ترك القضية الرئيسية لاستعادة الأرض والمزارع والأودية والبراعي والمغيبين قسريا والمصادرة أملاكهم باسم المخلوع وأركان نظامه. بل صار من يغذي الحراك اليوم بالمال والسلاح واحد ممن سهل أعمال النهب والفيد للأرض والإنسان التهامي مقابل فتات من المناصب والأموال. وحين خرج أبناء تهامة في ثورة 11 من فبراير كغيرهم من أبناء الشعب اليمني ضد نظام سحق أبناء الحديدة، كان معظم من يتصدر اليوم الحراك التهامي أكثرهم تطرفا متهما بقضايا إطلاق نار على الثوار، والبعض منهم اكتفى بالصمت. الحراك التهامي معروف على أنهم منذ القدم يعني ناس مسالمين، لا يلجأوا للفوضى ولا يلجأوا للبلطجة ولا يلجأوا للقتل وما شابه ذلك، وإنما هذه أعمال مفتعلة من أشخاص متنفذين ومتسلطين يريدوا أن يودوا بالبلد إلى فوضى وفتنة وما شابه ذلك. وحين حمل ثوار تهامة القضية التهامية أرضا وإنسانا لانتزاع الحقوق من النظام البائد، واستعد الجميع منهم لتقديم دعوى ضد المخلوع بكشف هائل لدى الجهات المعنية، بكشف هائل يتضمن الأموال والمزارع التي نهبت باسمه وباسم عائلته وأركان نظامه، فوجئ الجميع بحراك تهامي حقوقي عادل ومشروع في مطالبه، يريد البعض خطفه إلى مربع عنف المستفيد منه من نهب تهامة أرضا وإنسانا على امتداد عقود من السنين، ليطلقها الرئيس عبد رب منصور هادي صريحة لدعودته من موسكو إلى الحديدة بأن ما يحدث في شوارع الحديدة هدفه انتكاسة الحوار والتأثير على مرحلة التغيير. ليبقى السؤال مدويا: من المستفيد من الدفع بشباب بريء إلى الاحتراب مع جنود أمن في اقتتال وتراشق آثم؟ عبد الحفيظ الحطامي لبرنامج 10 و10 مدينة الحديدة.